في التسويق بتبص تلاقي شوية حاجات كده خاصة بالمكر والدهاء اللي احنا بنقول عليها اساليب التسويق. منها حته البرايسنج مثلا، في بعض التكنيكس كده بتستخدم، وناس كتير سالتني عن تاثير ديكوي. يعني ايه هو ديكوي؟ في فن التسعير، تاثير ديكوي ده هو حركه تسعير ذكيه جدا بتستغلها الشركات عشان تخليك تختار منتج معين من غير ما تحس، بدون تفكير منك، بدون شعور. الفكره ببساطه انهم بيحطوا قدامك خيار ثالث بيبان انه مش جذاب قوي، لكن بيخلي الخيار اللي عايزينك تختاره يبقى هو الافضل والاحسن بالنسبه لك. تخيل انك داخل كافيه وعايز تشتري قهوه وقدامك 3 اختيارات: كوب صغير ب 30 جنيه، كوب وسط ب 60 جنيه، وكوب كبير ب 70 جنيه. هم عاوزينك تختار الكبير ابو 70 جنيه لان بالنسبه له اكتر، وبالتالي هو عايز فلوس اعلى. لو كان في اختيارين بس اللي هو الصغير والكبير، غالبا هتختار الصغير عشان اوفر لك. لكن لما يضيفوا خيار وسط وسعره قريب جدا من الكبير زي ال 60 جنيه للوسط و70 جنيه للكبير، بتلاقي نفسك بتقول طب ما اخد الكبير احسن، وايه يعني 10 جنيه ما جاتش واستفيد اكتر من الكميه اللي معروضه. تاثير ديكوي ده بيشتغل ازاي؟ الخيار الاوسط اللي هو الميديم كوفي اللي هو الوسط ده، هو اللي بنسميه الديكوي، هو ده اللي اسمه ديكوي. هو مش موجود عشان يتباع كتير، لا 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 لا، بالعكس ده يخسرني كشركه، ولكنه موجود عشان يخلي الكوب الكبير هو اللي يتباع، هو ده اللي يبقى الخيار الاكثر جذبا ليك انت. طب الموضوع ده ليه شيق حلو كده؟ لان بيعتمد على حاجات في دماغنا احنا كبني ادمين بنفكر فيها، او بنحب نحس اننا بناخد صفقه كويسه ونستفيد من فلوسنا باقصى درجه، ما حدش ضحك عليه. الشركات بتستخدم الحيله ديت عشان توجهنا للاختيار اللي هم عاوزينه من غير ما احنا نحس. امثله مشهوره مثلا، لو حضرتك رحت النهارده لاشتراك جيم لقيته ب 300 جنيه، وفي اشتراك تاني سنوي ب 3000 جنيه، واشتراك نص سنوي ب 2900 جنيه، هتلاقي نفسك بتقول ايه؟ السنوي احسن بكتير من النص السنوي، فاختار السنوي. هو اصلا عاوزك تدفع سنه. عندك مطاعم الفاست فود مثلا اللي هي الوجبات السريعه، وجبه البيف البرجر مثلا فيها ب 50 جنيه، وجبه دبل برجر ب 70 جنيه، وجبه تريبل الثلاث قطع دول ب 75 جنيه. هتلاقي نفسك بتشتري التريبل وتقول انا دفعت فلوس اقل وخدت حاجه اكتر. امثله محليه، في محلات الاجهزه الالكترونيه هتلاقي مثلا موبايل ب 3000 جنيه، وموبايل اعلى شويه ب 4500 جنيه، وموبايل اعلى منه بشويه صغيرين ب 4700 جنيه. الفرق من ال 4500 لل 4700 هتقول لا ايه 4700 ما جاتش على 200 جنيه، طب ما اخد الاغلى عشان الفرق بسيط واخد مميزات اكتر. ازاي بقى تستفيد منها لو عندك بيزنس؟ لو عندك منتج او خدمه وعايز تزود مبيعاتك للاغلى، الخيار الاغلى، ممكن تضيف خيار وسط في النص كده ويكون سعره قريب منه، كده الزبون هيشوف الاغلى انه اوفر واحسن وهيختار اكتر. الخلاصه كده عشان انت تبقى فاهم، تأثير ديكوي اللي هو قلنا الوسط ده النص ده، هو تلاعب بسيط في التسعير بيستغل سلوك المستهلكين عشان يخليهم يختاروا اللي انت عايزه. فاهم؟ ده هيخليك تفهم اكتر ازاي بيزنس كتير بيلعبوا في التسعير عشان يزودوا مبيعاتهم. اساليب مشابهه لتاثير الديكوي في التسويق وسلوك المستهلك. هديك شويه حاجات برضو كده الشركات بتعملها. تاثير الارساء اللي هو انكورنج افكت، في تاثير الارساء بتميل الشركه انها تعرض سعر عالي في البدايه وبعدين تعرض السعر الحقيقي للمنتج اللي عايزين يبيعوه، وده بيخلي السعر الحقيقي يبان اقل بكتير. تخيل مثلا محل ملابس بيعمل عرض على تيشيرت سعره 500 جنيه، وبعدين تلاقي نفس التيشيرت معروض عليه 250 جنيه ويقول لك عرض خاص. العقل بيفكر انه وفر 250 جنيه، فبتحس ان انت عملت صفقه كويسه، هوب يلا تعالى اشتري على طول. طب التأثير الاجتماعي، حاجه اسمها السوشيال بروف، الناس بتميل انها تعمل اللي غيرها بيعمله. الشركات بتستغل ده في تسويق منتجاتها. يعني لو دخلت مطعم وشفت صور ناس كتير مستمتعه بالاكل ولقيت تعليقات ايجابيه كتيره على الانترنت، هتتحمس تجرب الاكل عندهم. المواقع زي امازون بيستخدموا ده في عرض التقييمات واراء العملاء، يقول لك تجربه جميله ومتميزه وهكذا. طب الندره مثلا اللي قال السكيرستي، الندره، لما تحس ان المنتج نادر او الكميه محدوده بتزيد رغبتك ان انت تشتريه على طول، زي عروض مثلا الكميه محدوده او اخر قطعه اللي بتشوفها في المحلات. العقل بيفكر انه لازم ياخد المنتج ده قبل ما يخلص فبتشتري بسرعه. في حاجه اسمها العروض المجانيه اللي هي فري باي ماركتنج، تقديم حاجه مجانيه بيشجع الناس انها تشتري اكتر. زي لو محل مثلا بيوزع عينات مجانيه من منتج جديد، الناس هتحب تجربه وغالبا هيشتروا المنتج بالكامل بعد ما يعجبهم. في تأثير تاني اسمه تأثير التماثل، وده حاجة حلوة قوي اللي هي مير اكسبوجر افكت.
كلما تعرضت انت حضرتك لمنتج او علامه تجاريه بشكل متكرر، كلما زادت احتماليه انك تفضله. كل ما تروح في اي حته تشوفه هو الاعلانات اللي بنشوفها في كل مكان سواء على التلفزيون او الانترنت وانت ماشي بعربيتك على الطريق، بعد فتره بتحس انك مرتاح مع المنتج ده لانه بقى مألوف بالنسبه لك، عارفه. في حاجه كمان اسمها التاثير النفسي اللي هو سايكولوجيكال برايسنج، تسعير المنتجات بارقام زي 99.9 بدل 100. بتحس ان انت خدت حاجه ارخص بكتير مع ان الفرق قليل جدا لا يذكر. لما تلاقي منتج مكتوب عليه 49 جنيه و90 قرش بدلا من 50 جنيه بتحس انه ارخص بشكل كبير جدا فبتشتريه من غير تفكير كتير. تطبيق عملي في الحياه اليوميه اللي بيحصل ايه؟ عندك مثلا شركات الطيران لما بتحجز تذكره طيران ممكن تلاقي اسعار مختلفه لنفس الرحله بناء على توقيت الحجز وعدد المقاعد المتاحه والخصومات المعلنه. الشركه بتستخدم اساليب زي الديكوي والارساء اللي احنا لسه قايلينه من شويه لزياده حجز الرحلات الاغلى. عندك مثلا مطاعم الفاست فود، العروض المختلفه للوجبات والباكيجات اللي بتشمل اشياء اضافيه زي مشروب، هتاخد معاه قطعه حلويات، ممكن تحس ان الباكيج اوفر وافضل حتى لو ما كنتش محتاج كل المكونات ديت. انا مش محتاج كل ده، بس لا ده كومبو، ده نازل معاه حتتين 3 كده فانا عاجبني ده. الاساليب التسويق المختلفه ديت بتشتغل على العقل البشري، بيلعبوا على السيكولوجيه بتاعتك انت بطرق ذكيه جدا، بتحفزنا احنا نتخذ قرارات الشراء سريعه ونشعر اننا بنعمل صفقات كويسه. الاهم اننا نكون واعيين لاساليب ديت عشان تقدر تشتري بحكمه. دي بقى بيعرفها الناس القدام شويه، الناس اللي هي في البيزنس شويه، يقول لك لا هي هو كل ما هنالك ان هو بينوع في المنيو بتاعه عشان خاطر يشتتك ما تطلعش بره المنيو. يبقى انت كل همك ان انت تعمل ايه؟ تفتح المنيو وتشتري منه هو، مش ان انت بقى لا مفيش هنا حاجه عجباني ده انا هاخد حاجه من بره. انت كل اللي انت توصلت له في اللحظه ديت ان انت ما تطلعش بره الدايره بتاعته. فعشان كده بيستخدم بعض الاساليب عشان يوصل بيها ان انت تكون الزبون اللي هيدفع فلوس عنده في الاخر.